هي كمان الشغلة الثانية اللي عم بتكون كمان لصالحنا. ما عم يتقي الله، لو عم يتقي الله كنا انتهينا. بنرجع بنقول إذا الشباب الخطأ بالعملية أو الخطأ بالمهمة ممكن يكلف كثير، وبالتالي تنفيذ الدقيق لقائد المجموعة وقائد الكتيبة وقائد لواء الأوامر اللي بيعطيها ممكن ما يوقف عند نقطة ويقول لك هي مهمة كثير كثير، أنت لازم تعرف إنه مهمة. إذا هلا عنا حكينا تغطية، اقتحام، تأمين. الخطة بتتضمن طبعا إنه من مكان البدء حتى تنفيذ المهمة والعودة، محور تحرك العودة كمان هذا من واجبات القائد، لأنه القائد اللي بده يتعرض لخسائر كبيرة بدون ما يكون في شيء بيعيق معناتها الخطأ منه. هالشباب أمانة برقبتنا، إذا ما كنا نحن محافظين على هالشباب من البدء للوصول وتنفيذ المهمة والعودة ماشي، أو التمسك بالمكان اللي أنت بدك بمهمتك، تمسك بالمكان المحتل إلك اللي بدك تحتله. ماشي شباب؟ طيب هلا وضحت لهون للأخير للعودة. ماشي. هلا من خلال هالخطة هاي قائد المجموعة بده يتخذ بعض التدابير. ايش التدابير اللي لازم قائد المجموعة يحطها بذهنه؟ بيدرس الهدف، طبعا دراسة مثل ما بيقولوا دقيقة وكاملة ووافية. ماشي. وايش الإمكانية لتحقيق هالهدف؟ من الهدف حجمه، وضعه، دعمه، وإمكانية الوصول له، وإمكانية الشو إما تمركز فيه أو أخذ الهدف والانسحاب. ماشي. 2 شو لازم يكون عنا؟ السرية، يعني لازم يعرف بهالموضوع هذا قائد اللواء بس أو قائد الكتيبة. شو في داعي لحتى يعرف الموضوع هذا 4؟ في داعي؟ لا، أنت وقائد الكتيبة فقط اللي بيعرفوا بهالموضوع، ما في داعي حتى لو كان أقرب المقربين ما في داعي يعرف بهالموضوع إلا هالتنين هذول بس. إذا الموضوع لازم يعرفوه 3 فقط، 3 كمان أكثر من هيك لا. وما في داعي نحن نحرج حالنا لأنه اللسان هو الوحيد اللي ما عليه رباط، مو هيك؟ وبالتالي السرية ضروري جدا. يعني أنا إذا عرفت شغلة، عرفت والله ها ابن عمي ها